السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في تحفيل التحفيل مع احمد اسماعيل. بص يا سيدي بقى الموضوع بكل اختصار كده، ان صن داونز ولا هي جدعه ولا هي فريق ذو اخلاق ولا الكلام ده كله. اللي اتفرج على الماتش يا جماعه يشوف ان هم كانوا سايبين الماتش اصلا، بس الموضوع بدا بكام حاجه كده. عارف انت لعيبه الهلال بقت عماله تكسر وتخبط فيهم وهيحصل اصابات. في اللقطه اللي في بدايه الشوط الثاني اللي هو الجون، دخل اللعيب بتاع الهلال ضرب جون او لاعب فحصل خناقه فابتدى الموضوع يتحول. لكن هم في اول المباراه كان في روعانه وكان في يعني كده سلاسه كده وسايبين الماتش ويعني مش فارق معاهم. تصريحات المدرب بتاعهم قبل المباراه وبعد المباراه يعني في حاجه كده غريبه. بس احنا عشان السلكان، احنا فينا حاجه لله. جمهور الاهلي ما ينفعش اللي بيحصل من الاهلي، احنا مش متعودين على كده، وربنا عارف سبحانه وتعالى ان احنا مش متعودين على كده. فالموضوع كان غريب شويه. فكان جمهور لعيبه الهلال مستعجله، لعيبه الهلال بتضيع فرص. طبعا كل الفرصه كويسه لو احنا صعدنا هنا في القاهره ان شاء الله. هتكون الفضل لربنا سبحانه وتعالى والفضل للجمهور العاشق اللي كان يعني هيتجنن ومتابع. طبعا هو في جمهورين متابعين، احنا اهلاويه متابعين مجموعتنا، والجمهور الثاني اللي عايزنا نخرج زيه جمهور الزمالك. ولكن دايما يشاء ربك بالاقدار ان النوايا السواد والحقد يعني دايما بينقلب عليهم. ما تعرفش، ما بيلحقوش يتهنوا ساعه زمن باي فوز او باي بطوله او باي موقف الا لما الدنيا تتقلب عليهم. فعندك جمهور يا عم الهلال شان هجماته وعامل حاجات غريبه، يعني محسسنا ان هو منافس. يعني حاجه جنان، حاجه جنان. كل اللي عايز يعلى ويظهر في افريقيا ويظهر يتشعلق على الاهلي. طب ايه يا عم في ايه؟ مش كده، ده رقم واحد. نرجع لصن داونز. فالفضل قلنا لربنا سبحانه وتعالى والجمهور الاهلي اللي دايما تشجيعه من القلب كده، عارف، وحب في حب كده من غير سواد ومن غير حقد. فالموضوع ده بيفرق كتير قوي. ثالثا والاهم، تحيه لحارس المرمى، حارس مرمى صن داونز ويليامز. الراجل ده تحيه، الراجل ده ما كانش فيه تساهل، الراجل ده صد، الراجل ده ما عملوش معانا شناوي يعني اللي في حته تانيه، وهيفضل في حته تانيه كده لوحده. انا من زمان يعني بقول ان احنا شناوي لازم يبقى ليه بديله وليه وضعه. فاحنا يا عم بنتكلم على ماتش في ايدينا هنا وسط جمهورنا، لعيبه على ارضنا، رجاله المفروض يعني يفكونا شويه من اشباه اللعيبه ديت. فنلعب بقى برجوله، يعني نلعب برجوله، متعه الكوره، افريقيا للرجال وانت يا اهل الاسطوره. يعني مش كده، العبوا بقى برجوله، هاتوا لنا الصعود، وصلونا لدور الثمانيه، وصلونا ان احنا غالبا بنسبه كبيره ان شاء الله البطوله دي بتاعتنا. يعني الاحداث بتقول كده والمواقف بتقول كده والوضع بيقول كده، وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى دايما معانا. فاحنا يا عم في السلكان يا عم، احنا الحمد لله نفس الموقف ده ونفس الماتش بنفس الاداء عمل الترجي السنه اللي فاتت وخرج الزمالك بسبب الفريق كان بيلعب تقريبا بورزداد برضو تقريبا، يعني الجزائري او شباب قبائل حاجه من الاثنين يعني. والمهم سابوا لهم الماتش، فهم عرفوا يحرزوا هدف والموضوع عدى وزي الفل وطيروا الزمالك. طبعا في الحالات دي انا ما بلومش الفرق اللي بتعمل كده، انا بلوم انت لو طول تطير منافس معين طيره. بس الاهلي طبعا ما بيعملش كده بالاخلاق بتاعته ولا الوضع بتاعه. دايما يعني الاهلي دايما بيعملوا كان في ايده ما خرج الزمالك اصلا ما يدخلوش افريقيا، بس لاعب بيراميدز بجديه، فبالتالي وصل ان يدخل معاه الزمالك كونفدراليه. فاحنا يا عم السلكان، احنا دايما سلكه، احنا ربنا بيكرمنا، احنا بنخش كاس العالم 5 مرات يعني بسبب بطولتين. وانت حتى في نواياك يا اخي المره الوحيده اللي عملوا اول كاس عالم او عملوا كاس عالم وانت هتروح لغوا البطوله. يعني لك الله يا زمالك، لك الله. اما بقى الشمتانين ويا راجل ده حتى بعد المباراه بيخشوا على صفحات جروبات الهلال، بيخش على صفحات جروبات جمهور الهلال ويبعتوا لهم نصايح. ويا عم كان نفع نفسه يا عم الجمهور، يعني بتنصحوا ايه؟ ده احنا حاطين عليكم فوق وتحت وشمال ويمين وفي كل حته.
يعني بطلوا بقى، اسلكوا 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 لله، اسلكوا تسلك. سلام.